سيد الرئيس، بالنسبة ثم حديث كثير، احنا نحكوا على المستقبل، مش لازم نجتروا الماضي ياسر، نحكيو برشا على ثورة ثانية. أنا نقول اللي ثورتنا الأولى وقت اللي تحدثنا على نظام الاستبداد والفساد، ديما في كل الأدبيات ما قبل الثورة ثم حديث دائما ومقترن الاستبداد بالفساد، هما وجهان لعملة واحدة. اليوم البلاد ثم احتجاجات كبيرة، ونلاحظوا على مستوى احنا الثورة اللي بدات في حتى 17 ديسمبر الخارج والداخل لعب دور كبير ياسر، إلى درجة ثم شكون سماها ثورة الفيسبوك. والناس اللي اليوم على الشبكة تقريبا الناس كل الحاضرين لهنا ناس تخدم ياسر على الفيسبوك وموجودة، راهو ثم خطر كبير ياسر. وانا رجاء سيد الرئيس هذه فرصة من فرص اللقاء في كل الفرص. اليوم ثم حديث خطير يذكرنا بمشهد حركة 6 أبريل في مصر، وهو التمهيد والحديث عن إسقاط النظام، وشفنا كيفاش وصلت حتى التلفزة الوطنية تغطي مسيرة تحكي على إسقاط النظام. فبالتالي اليوم يلزم نتحمل كل مسؤولياتنا التاريخية، وانت سيد الرئيس كرئيس لأول جمهورية ديمقراطية في تاريخ تونس، اللحظة اليوم تتطلب وقفة شجاعة نعم لمحاربة الفساد، لأنه هو البنية التحتية متاع الاستبداد، نعم للمطالب المشروعة، ولكن حذاري حذاري من ضرب أو من توجه أو من استهداف الشرعية الديمقراطية. اليوم في تونس عندنا ديمقراطية ناشئة. أنا حضرت لك سيد الرئيس تكلمت وهذه مواقفك في أنه عودة النظام القديم وكأنه قانون تاريخي، حتمية تاريخية بعد الثورات اللي تأسس الديمقراطية. هذا شفناه في أوروبا الشرقية كيفاش رجعت النظام القديم واستغل اللعبة الديمقراطية. هذا ما يمنعناش اليوم من أن نكونوا حراس هذه الديمقراطية الناشئة بعلاتها بمصايبها بكوارثها باللي نشوفوا فيه الكل، ولكن يلزم نركزوا سهامنا الناس كل على محاربة الفساد. لأنه إذا كان، وهذا مش صحيح، راهو ثم كلام كثير يدور على أنه مانيش في معرض الدفاع عن الترويكا لأن يكون جزء منها، ولكن ثم أكثر من 10,000 قضية أحيلت إلى القضاء في قضايا فساد. أنا كنت في وزارة أملاك الدولة وأعي جيدا ما أقول في أنه آلاف الملفات أحيلت من وزارات الصحة، من التعليم العالي، من أملاك الدولة، من كل الوزارات تقريبا إلى القضاء. قبلت أخيرا السيد سمير العنابي رئيس الهيئة العليا الوطنية، وهي هيئة دستورية لمكافحة الفساد، عندهم أكثر من 10,000 ملف، قال اللي احنا حايرين فيهم، قالها بالحرف الواحد سي سمير العنابي وعنده حوارات في ذلك. قال اللي احنا هالملفات هذه لا عندنا الإمكانيات المالية ولا عندنا الكفاءات البشرية، لأنها تتطلب عمليات اختبار معقدة، وبالتالي حذاري حذاري من القول. ثم أكذوبة رددها إعلام العار، ناس كثيرين يصدقوا فيها أنه ما صارتش محاربة الفساد، لا صار تصدي سياسي، ولكن هناك جبهات أخرى اللي هي تتطلب نفس طويل، إصلاح القضاء. في تونس نحكي ياسر، عندنا شوية هزان كتاف من نوع احنا وكأنه أكبر أمة وناس عندنا عباقرة وناس عندنا إمكانيات وأذكى من الشعوب الأخرى المجاورة. كل شيء مش صحيح. تونس تنقصها الإمكانيات وتنقصها، والدليل على ذلك أحكم مع كل القضاة الموجودين اللي أمامهم ملفات نتاع فساد أحيانا تبقى ب3 بال4 بال5 سنين على الرفوف نتاعها، لأنها ناقصة حتى خبراء ديزيكسبير باش يعاونوا المسائل. لأنه جماعة الفساد الطرابلسية والعائلات اللي كانت قبل والتي لا زالت متنفذة، اليوم ثم شركاء الطرابلسية اللي هم غزوا الثورة المضادة مازالوا ياخذوا في فلوس من شركات المصادرة، مازالوا إلى اللحظة هذه مازال تحول لهم عمولات في شركات المصادرة هذه. الحرب ضد الفساد حرب طويلة ياسر، وهي البوابة الرئيسية من أجل أن ننجح ثورتنا وديمقراطيتنا، ومعذرة على الإطالة. الأحداث اللي صارت واللي قاعدة تصير عندها أسبوعين هي انتفاضة شعبية. 16 ولاية على 24 ولاية تحركت. الانتفاضة هذه لازمها تأثير، سينو باش نسقطوا في الفخ نتاع 2011. الثورة قام بها شباب عزل، انتفض الرجل التونسي لكرامته، وأنا كنت في 2011 في تونس.
حبيت نقول انه الانتفاضه هذه لازمها تتاثر، وتتاثر من شكون؟ من شخصيه وطنيه ومن يعني اطار حركه تونس الاراده ميسالش. دونك سيلتون دكتور مرزوقي انك بفعل معناها علاقاتك مع جميع معناها الوجوه الموجوده في الساحه الوطنيه انكم تتلموا تحت سقف واحد. نعاود نرجع للسؤال اللي ساله سي صالح برحومه، ما سر ولا شنو وين وصلت المفاوضات بين وجوه معناها ثوريه؟ حتى واحد ما ينجمش يخفى علينا انه الاستاذ سامي عبو والاستاذ محمد عبو ومحمد الحامدي وجوه وطنيه وعبد الرؤوف العيادي، وجوه وطنيه عندها نفس ثوري. وين وصلت المفاوضات معهم؟ نحب نعرف اجابه اليوم، ما يسالش دكتور مرزوقي. ونحب نقول انه راهو نداء تونس راهو توصيف شخصي ديما انه نداء تونس ربح المعركه مش قوه فيه وضعف، بل ضعف فيكم انتم، ضعف في المعارضه. وانا ترشحت في 2014 في قائمه حركه وفاء في فرنسا 2، فهمتني؟ على خاطر المعارضه متفكه متشتته. حان الوقت ان المعارضه هذه تتوحد تحت سقف واحد. وحركه تونس الاراده الاسم نتاعها ديجا معناها اسم سمبوليك رمزي، فيه لا فولونتي الاراده، وفيها اسم تونس اكيد، فيها سي جوني دي طالب مرحبا بك في باريس. دونك فيها اسماء باهيه تنجم تتوسع مع اكثر. جست سؤالي كان واضح الدكتور مرزوقي، المفاوضات مع الاسماء اللي سميتهم لك، وعلى خاطر لازم نعرفوا انه القاعده الانتخابيه نتاعنا 7 ملايين ونص، مش انتخب كان 4 ملايين، 3 ملايين ونص هذوما نسمي فيهم اغلبيه صامته، لازمكم تتوجهوا لهم باش تستقطبوهم. شكرا، سامحوني على الإطالة. عسلامة. قرينا في وسائل الإعلام اللي دكتور المرزوقي يقول اللي يلزم يصير في تونس انتخابات مبكرة. تعليقا شوفوا المشكلة نتاع الإعلام أنه الآن توا تقول واحد وواحد يساوي اثنين تقوم القيامة، تسكت تقوم القيامة، تتكلم تقوم القيامة. فهمني؟ يعني الواحد لولا يعني شعوره بالأعصاب متينة الواحد قريب باش يكفر بهالإعلام. أنا اللي قلته أرجع للأسمع. تعرف اللي راهم حبوا يهزوني المجلس يعني التأسيسي لعزلي من رئاسة الجمهورية على أنني قلت سنضع المقاصد وكذا، وهو كلام لم أقوله أبدا. تعرف اللي هم عملوا يعني فيديو على أساس أني باش نحرق البلاد في تونس وأنا نتحدث على السوري. اليوم قائمة القيامة على أساس أني طالب بقيام. لا، أنا هاوش قلت وهاو باش نعاود نقول كما قلت سي سليم. ما نجموش نحلوا مشكلة تونس إلا من داخل المنظومة الديمقراطية. كل شيء خارج المنظومة الديمقراطية، انقلاب، حرق، كذا، مرفوض تماما، لأن وقتها باش نعاودوا نرجعوا 50 سنة للتالي، ربما نوصلوا للوضع نتاع مصر، وهذا لا نريد. من داخل المنظومة الديمقراطية. شنو هي المنظومة الديمقراطية؟ المنظومة الديمقراطية هي أولا الحوار، دوك أنا طالب الحوار، وهي الحوار في شنو هي جملة الإمكانيات اللي نجموا نعملوها، من جملتها الانتخابات. إذا اتفقت الناس على أنه يلزمنا نرجعوا للشعب باش نعاودوا نكونوا مجلس قوي يعطي حكومة قوية فليكن، لكن أنا عمري ما قلت أني أنا أطالب بكذا. ولهذا عايشكم من هنا فصاعدا لازمكم تعرفوا اللي منصف المرزوقي مانيش باش ندخل في عقدة الاضطهاد باش نقول اللي ثم الإعلام كذا، لكن كل مرة فين تجي معلومة على منصف المرزوقي ثبتوا قبل ما تمشوا. اليوم شيء معقول، اليوم حملة هجوم اللي أنا أطالب بكذا. يا سيدي مرة طلبت شنو هو الموضوع. نعاود نقول اللي الإشكالية هي أنه نبقى في داخل المنظومة الديمقراطية ونحافظ عليها. المنظومة الديمقراطية اللي هي المهددة اليوم هي المنظومة الديمقراطية في تونس. راهو ثم ناس ما حاجتهاش تونس تكون دولة ديمقراطية. فهمني؟ والديمقراطية مرة أخرى هي الحوار الذي أدعو إليه، وهي البحث عن الحلول التي سنكتشفها معا. هذا إذا كان قبلوا الناس، لكن ثم واحد قال لي راهم ما يتبدلوش وراهو زايد ونعرف شنو ولا فائدة ترجى منهم. قالها الأخ والأخوان. أنا حتى إلى آخر لحظة سأبقى متمسكا بالحوار مع هؤلاء الناس اللي هم مش رافضين. يلزمنا نشدوا صحيح لأنه ما عندناش خيار آخر. الخيار الآخر هو الفوضى، وهو أنه غدو شعبنا لا قدر الله يصير فيه ما صار في الشعب السوري. بسم الله، السلام عليكم. منير بالطيفة، فرحان باش
نحكيو شويه فيما يخص تونس بجديه. من فضلكم انا نعتبره انه عدينا 5 سنوات عملنا فيها ما عملنا بالصحيح ومن الغلط، وخلينا نتعلموا احنا من الاخطاء نتاعنا. ماذا بينا ما نزيدوش نغلطوا. راهو الوعود بتاع التنميه 5 سنين التالي اليوم قاعدين نقولوا اللي هي كانت وعود كاذبه. ماذا بينا وعود محاربه الفساد ما نقولوش فيها اللي هي وعود كاذبه بعد 5 سنوات، لانه احنا ما نجموش نكونوا داحمين على الجبل بقدومه. المشكله نتاعنا في تونس وقالها الاخ قبيله، احنا نتصوروا اللي الدوله والديمقراطيه هي الكل والشعب هو اللي لازم يحكم. الديمقراطيه نتاعنا فيها خلل، الدوله نتاعنا ضعيفه. احنا يا دكتور اذا قدامنا مريض بالسرطان عضوي نجموا نقطعوا العضو، اذا كان السرطان متشرع في البدن كامل ما نجموش نقتلوا ندفنوه وهو حي. يلزمنا نلقاو حل اخر باش نقاوموه. يلزمنا استراتيجيه، يلزمنا برامج، يلزمنا حوار مع اللي يفهم. احنا عندنا بري نوبل دو لا بي فيما يخص الحوار، ولكن الحوار ما بيناتنا احنا ما احناش متفاهمين. ما نغلطوش في رواحنا. الحوار ماهوش باش يوصلنا على لا في الصعيد المحلي ولا الجهوي ولا القومي باش يوصلنا الحل الصحيح. الحلول اللي وصلنا لها منذ 5 سنوات الكلها وصلنا لها بتوافقات في مصالح أقلية معمولها ما خدمة مصالح المجموعة. فبحيث يلزم يكون عندنا احنا تحليل سليم للوضع. الخيارات اللي صارت باش نحافظوا على سلامة الأمة التونسية أنا مش باش نرجع لها، ولكن الأخت قالت رجال الأعمال. الفساد اليوم وصل يشري في المتوظف ويشري في رجل السياسة ويشري في المنتخب ويشري في القاضي. باش نقوموها على الفساد بالله إذا كان القاضي مشري؟ يلزمنا نلقاو حل آخر. خاطر إذا كان باش نمشيو في هذا السياق هذايا وباش نقولوا لا توا المشكل مش التنمية، المشكل هو محاربة الفساد، لا يا سيدي، محاربة الفساد باش نضيعوا فيها برشا وقت وباش نستهلكوا فيها برشا طاقات وما حناش باش نوصلوا لنتيجة في الأيام القليلة ولا في السنين القادمة. محاربة الفساد أنا اشتغلت شخصيا على محاربة الفساد والرشوة في المغرب وعندهم برامج على 15 عام مش على 15 شهر. فاحنا ما نجموش يلزمنا ال5 سنوات المقبله نعملوا مخططات اللي تتعايش مع الفساد. وسامحوني في الكلمه هذه، ولكن ما نجموش نعملوا حاجه اخرى كيما المريض اللي باش يتعايش مع السرطان نتاعو. راهو ما ينجمش، ما عندناش حلول سحريه. الفساد فينا في جميع طبقات المجتمع، فبحيث يلزمنا راهو اخواتنا وعمامنا واخوالنا اللي فيهم الفساد. راهو ما نجموش نقولوا المنظمه القديمه هذه نحيوها على جنب ونجيبوا كان الناس الديمقراطيين. فبحيث خلينا نفكروا وما نطولش عليكم. تو انت استفزيتني باستعمال التشبيه الطبي، انت قدام الطبيب فهمني. ولهذا مش هرد عليك كطبيب باش نقول لك انه وقت اللي واحد جسم فيه سرطان ما ندفنوش هو حي، لكن نبداو العلاج. يعني المشكله الكل هو انك تبدا العلاج. وعاده العلاج نتاع السرطان في الاول راهو يجيب لك الغثيان ويجيب لك الكذا وتمرض حتى بالعلاج. احنا المشكله نتاعنا ما قلناش باش نستصلوا السرطان دفعه واحده، قلنا يلزمنا نبداو فيه. يلزمنا ثم رجال اعمال يلزمهم يتحاكموا، ثم فلوس يلزمها تسترجع، ثم ناس يلزمها تشوف، ثم عبره يلزمها تعطى، ثم امثله يلزمها تعطى. هذا هو الشيء المطلوب. يعني احنا يعني لو كان 5 6 رجال اعمال فاسدين كبار، مؤسسات يقع فيهم ضربها تغيير كذا، تو الناس كلها تخمد، تو الناس كلها. اما اذا كنت تقول لي نتعايشوا مع الفساد،
راهو ما تنجمش تعيش مع السرطان، السرطان يقتلك في اخر المطاف. دونك انا ما عندي حتى وهم حول انه امكانيه شعب يستأصل الفساد، لكن نقول اللي يلزمنا نبداو في العلاج هذا، وفعلا يلزمنا نقبلوا اللي باش تكون مرحله صعيبه، اما اذا كنا ما نبداوش العلاج باش يقضي علينا السرطان، باش يقضي على الدوله، وباش يقضي على المجتمع، وباش يقضي على كل شيء. السلام عليكم، مرحبا بك سيد الرئيس، مرحبا بجميع الحضور. نضال بن عبد الله من جابس. جيت حاليا من كل نهار باش نسمع منك انت شنو الحلول الممكنه معناها بحكم قدوتي. سمعتك تكلمت على الحوار كلامنا 5 سنين من عمارنا. أنا باش نوصل كلام المواطنين البسيطين معناها. المواطنين البسيطين او البسطاء قالوا اللي الفلوس اللي دخلت لتونس من عهد الثوره كهبات من الاتحاد الاوروبي من امريكا من الدول الكل، ما نبقاش مش نحسبهم كل، واللي مشت ما تبدل شيء، لا نقل ظروف اجتماعيه على جميع المستويات ما تبدل حتى شيء. شنو يمكن اللهم تبدلش يمكن في العاصمه شويه، لاحظوا جماعه العاصمه الجمهوريه ماهيش عاصمه فقط، وشكرا. Merci. Bonjour, alors moi je vais m'exprimer en français parce que vous me pardonnerez, j'y suis plus à l'aise. Donc on a évoqué beaucoup de choses aujourd'hui, toutes intéressantes. Je voulais appuyer sur un autre point en fait. Donc vous nous demandez de parler du futur. C'est ce que je vais essayer de faire, même s'il faut bien comprendre le passé pour parler du futur. Je voulais parler de la Tunisie, mais pas seulement du nord en fait. Et c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand moi je rentre en Tunisie, je vois une différence flagrante entre le nord et le sud. On croirait presque que c'est pas le même pays. On voit une différence de culture, de mentalité, d'éducation. Et c'est ça le problème en fait. Moi, ce que je proposerais, ce serait une politique pas seulement du nord, mais également de toute la Tunisie. On a un peuple au sud qui se sent presque soumis au nord, qui n'ont pas les mêmes accès aux soins. Moi, je vois, je veux dire, entre autres, je pensais à Agabès, par exemple, qui subit des eaux toxiques et un coefficient de femmes stériles qui augmente. J'emploie peut-être des mots forts, mais c'est, chaque année quand je rentre, je fais souvent des voyages nord-sud et c'est ce que j'ai observé. Alors voilà, ce que je proposerais, c'est peut-être des projets, mais pas seulement des projets pour les gens du nord, des projets également pour les gens du sud, et pas seulement des visites de campagne, mais de vrais projets pour ces gens-là qui se sentent oubliés en fait, tout simplement. Voilà, exactement. الاخوين الكل اللي حكاوا اليوم على الفساد، حبيت نرجع على الموضوع هذا نتاع الفساد. دونك فما في تونس فساد في جميع الميادين، فساد في القضاء، فساد في الامن، فساد في الاداره، فساد قبل النهضه، فساد بعد النهضه، فساد في الترويكا، فساد بعد الترويكا، فساد اليوم. احنا نحبوا نعرفوا الفساد هذا شنو الاسباب نتاعو، وشكون اليوم. يمكن نجموا نفهموا الفساد في الامن، نجموا نفهموا الفساد في القضاء، ثم مصالح، لكن الفساد نتاع الدوله هو اللي ما نجموش نفهموه. لان الدوله وقت كي تعمل قرارات وتصدر قوانين تشجع فيها على الفساد، هذه حاجات ما فهمتهاش. قوانين تصدر على الديوانه بار اكزومبل، عمناو روحت للبلاد يحكوا لي على زيادات في الوظيفه العموميه باستثناء الديوان. سالت الديواني قال لي احنا الديوانه حتى كي يزيدونا 500 دينار في الشهريه ما تعمل لنا حتى شيء. وزاره الماليه عملوا زياده ب 200 دينار وكاتبين في الرائد الرسمي باستثناء اعوان الديوان. هل هذا معقول؟ هل هذا معقول؟ هذه الدوله سياده الرئيس تشجع على الفساد، يحكوا على الامن الموازي اللي يهدد في الاقتصاد تاع الدوله، والدولة تعرف اللي الاقتصاد الموازي الكل يدخل من الحدود وعارفة وتشوف فيه منذ سنين وما عملت حتى شيء. في وقت سيادة الرئيس معدل الفساد في تونس زدنا 13 درجة في الدول الأكثر فساد.
البنك الدولي عمل تقرير منذ شهرين، زدنا 20 مرتبة في الدول الأكثر فساد في العالم. هذا شيء غير مفهوم. آخر نقطة، في وقت بناء الجدار العازل بين تونس وليبيا وقعت برشا مشاكل في الجنوب، وفجأة بعد جمعتين 3 جمعات كل شيء ركح. ما حقيقة ما فهمتش الحكاية. كي سألت قالوا لي الدولة التونسية عملت مسلك رسمي للمهربين باش يمشوا عليه ويجوا. هل هذا معقول؟ ونحكوا على الأمن نحكوا على الاقتصاد الموازي ونحكوا على انهيار الاقتصاد. ما الحاجات اللي الواحد اللي ينجم يفهمها هو يعني الفساد نتاع القضاة. عندهم ثم قضاء فاسدين، ثم امن فاسد. البارح نتفرج في حي تضامن، الامن يسرق في الغله ويسرق في الخبز، هذا امن؟ حاشا الشرفاء. يعني البوليس، سامحني سيد الرئيس نكمل جست اخر جمله. البوليس في تونس ياخذ 500 600 دينار، يخرج هو من داره ومرته تطلب منه رطله لحم وشويه خضره، وهو شهريته يخلص في النهار 15 دينار. ما نجمش يوفر لها، يخرج ديجاك، يخرج الامني من داره ويخرج بتغش، يمشي للمواطن يفش فيه غله. يعني كيفاش ثم منظومه كامله. يعني كيفاش تحط، يعني كيفاش نحطوا بوليس احنا في تونس اللي هو باش يوفر الامن. شوفوا نحن شوفوا الامن في فرنسا كيفاش، يعني ديما في خدمه المواطن، ديما الكلمه الباهيه، ديما موجود. شوفوا احنا في تونس من يوصلوا من المطار يا رسول الله من الديوان نمشوا شويه في الواحد يحبسك البوليس، هات 5000 هات 10000 والمواطن يرشي. حتى البوليس مرات يرضى البوليس ما يحبش يترشيه، المواطن هو اللي يرشيه. شنو هي المنظومه تاع الفساد هذه في تونس؟ يعني من الشعب للحاكم للقضاء للدنيا الكل. ما هذا يعني. سامحني كان انفعلت سيد الرئيس. شوف، انا اللي يخوفني هي الكلام اللي قالته هالبنت هذا، لان قالت نور سود. يعني هذا كلام يخوف. وانا بين قوسين راهو في الانتخابات واجهت الاشكاليه هذا، وبدات كاني انا مرشح بمنطقه ومرشح جهه. يا اخواني، تونس 11 مليون، يعني اشطر مدينه بكين، ثلث مدينه طوكيو، مدينه ما 3/4 مدينه اسطنبول، 3/4 مدينه اسطنبول. اذا كان بهال 11 مليون يعني باش نعملوا جهويات، اللهم ربي يسترنا، فهمني. بنتي عايشت ما عادش تجبد الموضوع، ما عادش تقول نور سود، ثم جهات مهمشه، جهات فقيره. انا خدمت في الساحل، كنت كطبيب، شفت قرى اللي هي مهمشه، وكانت تشوفي ريف المهديه نعرفوا مليح، لاني مثل ما قلت لك انا راني طبيب شعب قبل كل شيء. الناس ما تعرفش لي 20 سنه خدمت في المناطق الفقيره. ريف المهديه ما عنده حتى اختلاف من ريف المرزيق، كيف نساوها النغمه هذه. بلادنا بلاد واحده ولازم تبقى بلاد واحده. 11 مليون، عيب انه يعني المظالم موجوده في كل بقعه. حي تضامن، حي هيشر، في كل يعني في كل بقعه. النظام القديم هو الفساد بطم طميمه، عقليته، ممارساته كذا. إذا هذه فكرة أنك تواصل العمل مع النظام القديم وفي نفس الوقت تحارب الفساد ما هيش منطقية، ما هيش معقولة. ولهذا ضروري أنه نقطع مع النظام القديم. كيفاش نقطع معه؟ نقطع معه بالطرق الديمقراطية. غلبنا في الانتخابات، يلزمنا توا نحضروا أنفسنا، نمشيوا للشعب نفهموه، باش المرة الجاية القوى الديمقراطية قادرة باش تقول للشعب هاي الحقيقة. ووقت اللي الشعب يعطينا السلطة اللي ناخذوها منه، أنا ذاك ندخل في هذه الاصلاحات. تقول لي هذا كله كلام نظري، ما هوش كلام نظري. اعطيني حل اخر. ما هو الحل الاخر؟ اذا كان نخرج من الاطار الديمقراطي. شوف، انا يعني بتجربتي بالحياه احيانا الحل الاسوأ والحي السيء لازم تختار يعني اخف الضررين. اذا كان باش تقول لي احنا لازمنا نمشيو في امور خارج النظام الديمقراطي، نرجعوا للاستبداد ونرجعوا للكذا، نقول لك انا شوف حدا انا مانيش داخل في هذه اللعبه. اذا يلزمنا نبقاو في اطار اللعبه الديمقراطيه اللي هي صعيبه وطويله ومهدده بالاخطار، لكن يلزمنا نحدوا من هو العدو. العدو هو الفساد، والخصم اللي يلزمنا ما عادش نتعاملوا معاه هو النظام القديم، ويلزمنا نقطعوا معاه. ثم الاخ قال لي وينكم انتم جماعه المعارضه مثلا؟
لم يتوقف الحوار، يعني مش من اليوم لم يتوقف الحوار، احنا متواصلين معهم، واحنا اليوم باش نعاودوا نتصلوا بهم اكثر من اي وقت مضى. ويلزمنا فعلا المعارضه الديمقراطيه اللي هي ضد الفساد يلزمها تجتمع، ويلزمها يعني تعمل جبهه ضد النظام القديم وضد الفساد. وانا لم اتخلى عن فكره انه ان شاء الله اخواننا في النهضه يفهمون انه تحالفهم مع النظام القديم هو خطا استراتيجي فادح، وانه بالعكس راهم باش يغرقوا معاه، وانهم عليهم ان يعودوا الى المنظومه الوحيده التي هي يعني ابدال النظام القديم بنظام سياسي جديد يقطع نهائيا مع البورقيبيه، يقطع نهائيا مع البن علية، يقطع نهائيا مع النظام الفاسد. هذا هو الحل. إذا لم تتوحد من جديد هذه القوى البلاد تنجم تخرب. أنا هذه قناعتي إنه ما ثماش حوار يعني مع الفاسدين. أنا الناس اللي نحب نتحاور معاهم هم كيف نقضي على الفساد، حيث مسؤولية حوار مانيش مستعد أنا نتحاور مع الفاسدين. أنا نحب نتحاور مع الناس اللي هم قادرين باش يفرضوا الحرب على الفساد. شوف، إما نقضي على الفساد ولا الفساد سيقضي على الدولة وعلى هذا الشعب. هذه القضية محسومة. معركة متواصلة وصعبة وما هيش سهلة. حلول كما يقول، أنا نكره هذه كلمة العصا السحرية والحلول السحرية، خلينا نقول الحلول البسيطة والحلول الساذجة ما هيش موجودة. احنا في صراع، هذه هي الحياة. يلي يقبل بأنه احنا هذاك هو شعبنا وهذيك هي إمكانياتنا وأنه المعركة ستدور ومعركة أجيال، فهذاك هو الشيء الموجود. بين قوسين أنا هذه قصة الهريمين والشياب اللي استولوا على ثورة الشباب، هذا الكلام هذا كله كلام زايد. وقت نسمع اللي يقول لك باش تركبوا على الأحداث، شنو نركبوا على الأحداث؟ نركبوا على الأحداث، احنا كنا في الأحداث قبل ما تتولد أنت وقبل ما يتولد بوك، فهمني؟ كيفاش نركبوا على الأحداث؟ هذا وطننا وهذه مشاكلنا، واحنا مازلنا باش نواصلوا معاه حتى لاخر لحظة. القضية شوف، أنا بالنسبة لي القضية ما هيش شباب ضد شيء، القضية هي حلقات متصلة. احنا آبائنا وأجدادنا دافعوا عن الاستقلال، احنا جيلنا احنا 20 سنة وهو في المنافي وفي الحبوسات وكذا باش عملنا النظام الديمقراطي. توا الجيل نتاعكم انتم الشباب باش تواصلوا هالعملية، باش تواصلوها. تونس راهي أجيال وأجيال، تونس عمرها 3000 سنة، شنو هي 5 سنوات؟ تحبوا مجتمعها كما المجتمع الفرنساوي هكاك يجيكم الواحد، ثم صراعات، ثم تناقضات، ثم عقبات، ثم عثرات، فهمني؟ ثم نواقص. هي تفضلوا، هاي تفضلوا، ها احنا مستعدين نعطيكم، تفضلوا خذوا مسار. هذا ما هيش لحظة. الغلطة متاع الناس انه صورت انه الثورة مرة اخرى جاء عبد على بوتون مروا من الظلام الى النور. لا، ما ثماش، مش هكا. التاريخ ما يقعش هكا. مد جزر وعثرات وغلطات. هذيك هي الحياة، هذيك هي الشعوب. اللي يحب شعب ما يغلطش، واللي يحب طبقة سياسية منزهة عن العيوب يمشي يشوف في المريخ. هنا في الأرض هذا ما موجود. ما هو موجود إلا الصراع، ما هو موجود إلا الحراك، ما هو موجود إلا، وإلى آخر لحظة. أنا إلى آخر لحظة سأبقى مجند يعني لهالمعركة هذه، ومن بعد إن شاء الله شكون يجي ورايا وتقعد. هذا هو المشروع. إذا ما ثماش حل كما يقولوا سحري، لا اليوم لا غدوة. ثم صراع مستميت، كل مرة نتقدموا خطوة، كل مرة نتقدموا حويجة، كل مرة نلفوا حل. هذاك هو المشروع. هذاك هو. أنا ديما نقول كلمة شوبنهاور فيلسوف وتعلمتها منه، يقول الطريق ليس صعبا، الصعب هو الطريق. الطريق ليس صعبا، الصعب هو الطريق، الصعوبات هي هذاك هو الطريق. هذاك هو طريقنا. الصعوبات اليوم يعني نتعاملوا يعني موضوعيا انه هذيك هي الصعوبات، هذيك هي بلادنا هذا. لكن كل مره باش نتقدم خطوه وباش نثبت على مبادئ، ومانيش باش نتراجع ومانيش باش نتخلى، وسابقى مصرا وساعاند الى اخر لحظه باش نحقق على الاقل 10% من احلامي. ثم بعد كي يجي هذه البنت هذه تحقق 15% والاخرى تجي، وهكذا حتى نصل الى مصاف هذه الدول اللي فاتتنا بقرون. اذا المستقبل هو مواصله النضال ومواصله المعركه. فاحنا بحاجه الى الجدعان والشجعان والناس اللي عندهم امل وعندهم امنيه وقادرين باش يوصلوا. وقت اللي يطيحوا يعثروا. انا ديما ذاك نقول طيح عثره قوم، بعد كده تعثر تعود، وانت ديما هكاك، انت ديما هكاك، لا تستسلم حتى الى اخر لحظه. ما ثماش حل غير هذا. ادعوكم اذا الى العمل والى الامل، ادعوكم الى الالتحاق بالحراك، ادعوكم الى ان تكونوا جزء من هذه المنظومه، ادعوكم الى عدم اليأس، ادعوكم الى الامل، ادعوكم الى ان تكونوا تونسيين. الى اللقاء.
مساء الخير. عمر الجزوني رئيس جمعية تونس الإرادة. هذا المساء لنا شرف بقبول الدكتور المنصف المرزوقي في لقاء مباشر مع الجالية التونسية بباريس، وكان لقاء حرا طليقا، أسئلة مباشرة، وقد أجاب بكل طلاقة بكل وضوح على مستقبل تونس. سوار ثابت الكاتب العام لجمعية تونس الإرادة، جمعية تأسست حديثا بفضل توانسة مقيمين بفرنسا، هما في الأصل حقوقيون شرسون يدافعوا على الحريات الفردية والعامة في تونس، ويدافعوا على احترام الدستور. الجمعية هذه تأسست من أجل الدفاع عن التوانسة، كسوا في تونس ولا خارج أرض الوطن. من أهداف الجمعية هذه هي ربط التواصل ما بين الشعب التونسي والشعب الفرنسي، وترسيخ أصول القرابة ما بين الشعبين الفرنسي والتونسي في إطار الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. قل قايل علاش؟ لأنها الجمعية هذه يعني تأسست على الأراضي الفرنسية بالقوانين الفرنسية، قانون 1 جويلية 1901. أول تظاهرة للجمعية هذه هي استدعاء الدكتور والرئيس السابق محمد منصف المرزوقي لحوار مباشر مع الجالية التونسية في فرنسا. مازالت عندنا برشا نشاطات وعندنا برشا ديزيفينمون وعندنا برشا قضايا يعني باش نخدموا عليها، اللي هي تدخل في إطار الأهداف نتاعنا. هنا نستغل الفرصة باش ندعو كل إنسان يعني آمن بالقضايا العادلة إنه يحط إيده في دينا، يتصل بينا وينخرط معنا. عندنا موقع نجموا تزوروه اللي هو association تونس الإرادة .org. عندنا باج فيسبوك، جروب فيسبوك، عندنا الميل تنجموا تتصلوا بينا association.tunis.irada@gmail.com. سامحني. هكاك نحنا نتواصلوا مع بعض. آراءكم تهمنا، حتى النقد الإيجابي يهمنا، واقتراحاتكم تهمنا. عسلامة، أنا منال رقيق، عضو في مجلس الإدارة في جمعية تونس الإرادة. اليوم كان أول إيفينمون عملناه، وكان لقاء حواري مباشر مع الدكتور المنصف المرزوقي، وإن شاء الله في الفترات المقبلة باش يكونوا عنا برشا لقاءات وأحداث تكون ناجحة إن شاء الله، مزيد من التألق والنجاح والتميز، وخاصة الإرادة.